عمرك وقفت مع نفسك وسألت إيه اللي يخلي علاقة بين اتنين تفضل قوية مهما حصل خلافات أو مواقف؟ ليه ممكن اتنين يعيشوا سنين كتير ويكبروا ويعجزوا وهما بينهم حب واحترام وما يتحملوش الهوا الطاير على بعض؟ مع إن في ناس تانية من أول سنة جواز علاقتهم اتدمرت واتخنقوا واتطلقوا. في علاقات أول ما تيجي هزة صغيرة تقع، وفي علاقات تانية حتى مع العواصف بتفضل صامدة وتزيد حب وقوة. الفرق بينهم هو الأساس. والنهاردة هنتعلم عن إزاي تبني علاقة متينة. العلاقة المتينة مش مجرد كلمة، هي إحساس بالأمان، إن اللي قدامك يحس إنك ظهره وسند وإنك مش هتتخلى عنه. ساعات كلمة صغيرة زي أنا معاك وبحبك مهما حصل بتدي طمأنينة كبيرة. العلاقة المتينة مبنية على الثقة، مفيش كده ولا أسرار تقيلة. الصراحة والوضوح هم أقصر طريق عشان العلاقة تفضل نقية. كمان الفهم، إنك تفهم شخصيته وطريقته بدل ما تحاول تغيره، تشوف هو بيحب إيه وبيكره إيه وتتعامل مع عيوبه بحكمة. أما التقدير والاهتمام يا سلام عليهم، مش لازم تبقى حاجة كبيرة، أوقات كلمة حلوة أو لفتة بسيطة تفرق أكتر من 1000 وعد. وما تقولش إن الاهتمام ما بينطلبش، لا، اطلبه وسر عليه، وطبيعي يحصل خلاف، لكن الفرق إنك تعرف تحله بوعي من غير ما تجرح ومن غير ما تهد البيت كله على دماغ اللي فيه. وطبعا أهم حاجة المشاركة والدعم، إنك تشاركه خطواته، أحلامه، ضعفه قبل قوته، تبقى دايما ظهره سند، مش بالكلام بس لكن بالفعل كمان. طب الحرية والخصوصية، يا ترى الحرية بين الزوجين معناها إيه؟ معناها إن كل واحد يفضل نفسه من غير ما يحس إنه نسخة من التاني. طب والخصوصية؟ هي المساحة اللي بنحترم فيها بعض من غير تدخل زيادة. وفي الحقيقة الحرية والخصوصية دول هما اللي بيقووا الترابط مش بيضعفوه. وخليك فاكر، الراحة في العلاقة بتيجي من التوازن بين القرب والمسافة. العلاقة المتينة مش بتتبني في يوم وليلة، هي رحلة فيها محطات كتير. العلاقة دي بنيان عظيم، ولو عرفتوا تحافظوا على الأساس ده هتلاقوا إن أي عاصفة تعدي من غير ما تهد البيت، بل بالعكس بتقويه وتقرب ما بينكم وتكشف معادنكم الأصيلة، ويبقى عندكم صرح وحصن عظيم بتتعاملوا فيه بكل طمأنينة وراحة. خليكم فاكرين دايما هدفكم من علاقتكم، وما تنسوش تخلوا في يومكم دايما لحظة حب واستراحة. واسمعوني في بودكاست راحة. أشوفكم على خير.